لو عندك بيزنس جوه امريكا او في الكويت في السعوديه في الامارات في مصر في اي حته، والبيزنس ده بيعتمد على الناس الووكن اللي هم بيمشوا ويشتروا منك حاجه او ياخدوا منك سيرفيس، يبقى انت جوجل مفتاح نجاحك. اقول لك على 3 تريكس لازم تعملهم في جوجل بيزنس بروفايل بتاعك عشان تطلع في السيرش انجن، تبقى من اول 5 يظهروا في السيرش انجن. اول حاجه لازم تبقى ابديت على جوجل بيزنس بروفايل على طول، لازم تحط كل شويه صور وديسكريبشن جوه بيزنس بروفايل، ما تنساش يوم. تاني حاجه ودي اهم من الاولانيه، ان انت الصوره اللي بتنزلها ما ينفعش تنزلها من التليفون وخلاص وتصور وتنزلها، اللي هي بيبقى اسمها 1 2 3 اي بي سي. نو، لازم تنزل الصوره وتسميها بالكي ووردز بتاعت السيرش انجن. يعني الصوره دي لما الناس بتبحث عن سيلف فور ريبير، الصوره دي هتطلع لهم وهتطلع بالبيزنس بتاعي. يبقى مش البيزنس بتاعي اللي بيطلع، الصوره اللي بتطلعه. ثالث حاجه بقى الريفيو. هتقول لي طبعا الريفيو كل الناس بتقول الريفيو، لا، الهاي كواليتي ريفيو. بمعنى الهاي كواليتي ريفيو معناه ان انت تحط ريفيو بالكي ووردز بتاعه السيرش انجن تبع البيزنس بتاعك. قلت لي سيلف فور ريبير، الناس دي غيرت لي السكرين بتاعه الايفون. انا بحب الناس دي جدا، بس هو كتب سكرين، كتب سيلف فور ريبير، كتب ايفون. فلما واحد يكتب في السيرش انجن تغيير سكرين لايفون، هيطلع له الصوره اللي انت مسميها تغيير سكرين فور ايفون، وهيطلع له الريفيو، وهيطلع له اسم البيزنس. فالرانكينج ما بيبقاش اسم البيزنس، بيبقى صوره متسميه صح، بيبقى ريفيو كواليتي بتاعه عالي، ابديت منك كل يوم على جوجل بزنس بروفايل. فاكر ان جوجل سيرش انجن هو مفتاحك للنجاح. اعمل فولو سيف عشان اكيد هترجع للفيديو ده في يوم من الايام. وسلام، اشوفكم في فيديو تاني.